إعادة هيكلة الدولة على أنا من يعمل مدرسة الأخلاق وأنا ربها لمدرسة الأخلاق. يخرج علينا صغير العقل معتوه بنفسه يحمل بمضمونه أمنيات الدنيا والهوى وما الهوى إلا من الهاوي. ينظر علينا يقول أنت تريد أن تحكم سوريا وأنت تحمل الرذيل. أنا قلت ربها لمن مارس الرذيل علينا وانتهك حرماتنا وأعراضنا ودمرنا اجتماعيا وخلقا وأخلاقا وعمل على ممارسة الجريمة. إذا أنا رب الرذيل وداويها بالتي هي الداء، وداويها التي هي الداء. أنتم الداء والرئيس شرطح الدواء لكم على بتركم واستئصالكم من هذا المجتمع الذي هذا المجتمع يوجد به أحرار أشراف أطهار من كافة مكونات الشعب السوري. وأنا الدواء لمن مارس علينا الجريمة والرذيل ومارس علينا انحطاط الخلق والإسفاف. بدكم إياني يكون نبي تحت عباءة الحياء أعطي شرعية للجريمة وللمجرم وللوسخ اترجاه وهو عبيهين عرضي وبيقتلني وبيذبحني؟ لا، إذا بليت بظالم فاظلمي، وإذا بليت بذو الجهالة فاجهلي. هذا هو عنوان المجتمع السوري. اسمع، أن تمتلك عقل سليم وفكر صائب وروح حرة، وأنا روح الحرة. أكثر المهام خطورة بين الشعوب، بين الشعب السوري. تعيش مع نفاق الأغلبي وجهل المجتمع وكراهية المتخلف وما أكثر المتخلفين والجاهلين بالمجتمع السوري، وما ساد عليها إلا الجاهلين والمتخلفين والمجرمين ومن يحمل رب عنوان الرذيل وعنوان انحطاط الخلقي. بدكم إيانا نختبئ تحت عباءتكم ونرضى بالذبح والقتل والرذيل اللي أنتم فتتوا فيها مجتمع؟ وعنوانكم هذا المجرم هبل آمون الرذيل والجريمي هو بشار ابن صلاح الدين بشار الأسد. فإن لم تستحي فافعل ما شئت، فافعل ما شئت. ما ناقشت عالما إلا وغلبته، وما ناقشت جاهلا إلا وغلبني. يعني طقق مرارتي، ما بده يفهم. يعلمون ويحرفون. لا، بيصدر علينا المظلوم. أي ظلم من هذا؟ تقتلني وتنتهك عرضي وتدمر وطني وتدمر هذا المجتمع. تريدني أن أكون لك بساطا تدعس عليه، تحل ما تشاء، متى تشاء تحل قتلي، تستبيح كرامتي وعرضي وأرزاقي وتدمر قيمي ومبادئي وأخلاقي متى تشاء، ونحن صاغرين راكعين إليك ونبارك لك على ما تفعله بنا. تخرج علينا يا بني قحبون بكل صفاقة وبكل رزال ووساخة، تختبئ تحت عباءة التقي، تشرعن للمجرم وجوده وما فعلوا بالشعب السوري. أي قيم وأي أخلاق، أي مبادئ. 55 عام محكومة سوريا بالحديد والنار، بالإرهاب والترهيب. كلابهم وكلاب المخابرات مسلطة على المجتمع السوري المدني، آبهين بأن هذا السوري يحمل الكرامة والناموس والوجدان، بغض النظر عن قيمه التي يحملها من قيم دينية أو انتماء ديني أو قومي. تريدون إطفاء الاستعباد الذي مورس على الشعب السوري. تريدون تمرير مشاريعكم ورزالتكم وإجرامكم وأيرنتكم يا متأيرنين التي تحوي عنوان الرذيل والمتعة والإجرام وانحطاط الخلق. تريدون أن يعوم ويبقى حقيقي وواقع
يخدم مشاريع هذا قم عبادين النار والحشيش. دخلوا اليمن فدمروها، ودخلوا العراق ودمروها، ودخلوا سوريا ودمروها، ودخلوا لبنان ودمروها. عنوانهم الإجرام والرذيل وإباحة الرذيل والانحطاط الخلقي. عملية تدمير سلوك ممنهج، تدمير لقيم ومبادئ الإنسانية والحضارات والثقافات التي تعنونت باليمن بحضارات، وبالعراق بابل بحضارات، تعنونت بحضارة سبع حضارات بسوريا، الكنعانيين والفينيقيين والآشوريين والسريان وغيرهم من هذه الحضارات التي مسجل لدى العالم يريدون تدميرها. وحضارة لبنان، هذه الحضارات والطريق الآن يعملون هؤلاء المجرمين لفتح الطرق على الأردن ودول الخليج وعلى مصر وأفريقيا من أجل القضاء على هذا كله. عنوانه تحت القضاء على الإسلام وقتل دين محمد وقتلنا. نحن الآن ندافع عن أنفسنا وعن أعراضنا وديننا الذي أقرت الأمم المتحدة وشرائع السماوات والأرض بهذا الدين، دين السماح ودين الاعتدال والرحمة. ما نشرناه إلا على هدى نبينا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من تسلق على الإسلام وجير الإسلام وقزم الإسلام لشهواته وأمنياته جعل من الإسلام عباءة يمرر علينا الرذيل والمتعة والخيانات والعمالات والانتماءات وحب الدنيا والشهوات والهوى، وما الهوى إلا من الهاوي.